3 2 1. عارف يا أميجو الحركة دي لما الواي فاي يقطع فتقعد تلف بالموبايل في الشقة كأنك بتبخرها، أو لما تحط موبايلك على الشاحن اللاسلكي وتنبهر قوي إنه بيشحن من غير سلك. أحب أقول لك إن في واحد من 100 سنة وهو لابس بدلة شيك كده ومسرح شعره بالمسطرة كان شايف إن الأسلاك دي قلة قيمة ومجرد زحمة ملهاش لازمة. الراجل ده كان حلمه أكبر بكتير من شاحن موبايل وايرلس. هو كان عاوز يخلي الكوكب كله عبارة عن راوتر كبير والكهرباء تمشي في الهواء زيها زي ريحة محشي الحاجة اللي بتجيبك من أول الشارع. العبقري ده هو نيكولا تسلا، واللي ما كانش مجرد مخترع، ده كان مهندس أحلام. تخيل في وقت الناس كانت لسه بتنبهر فيه بلمبة إديسون اللي بفتيلة، كان هو بيفكر في نقل الطاقة عبر القارات لاسلكيا. وعشان كده النهاردة كلامنا هيبقى عن العبقري اللي اخترع المستقبل، بس المستقبل للأسف ما قالوش شكرا وقتها. نيكولا تسلا، الراجل اللي ظلمه التاريخ ونصفه إيلون ماسك لما قرر يخلد اسمه على أذكى عربية في العالم. لكن كالعادة بعد ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقة. السلام عليكم أعزائي الأميجوس، طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. في يوم 7 يناير سنة 1943 وفي أوضة رقم 3327 في فندق نيويوركر، دخلت عاملة النظافة الأوضة اللي بقالها يومين محطوط عليها ورقة ممنوع الإزعاج عشان تلاقي راجل عجوز رفيع جدا ميت على سريره. لقت نيكولا تسلا ميت وحيدا مديون ومعهوش في الأوضة غير حمام كان بيأكله. والله كان بيحب الحمام أكتر من البشر. الغريب مش في موته، الغريب إن بعد ساعات من وفاته عملاء من الاف بي اي دخلوا الأوضة وصادروا كل أوراقه وأبحاثه. تتخيل ليه يا أميجو؟ لأنهم كانوا خايفين يكون اخترع شعاع الموت اللي يقدر يوقع طيارات من على بعد أميال. تخيل إن ده كان حال الراجل اللي لولاه كان زمانك دلوقتي قاعد بتشحن اللابتوب ببطارية عربية نقل ماشية جنبك بسلك طوله 10 كيلو. بس قبل ما نعرف عمل كده إزاي، تعالوا نعرف حكايته من الأول. تسلا يا أميجو ما كانش مجرد عالم عادي بيقعد يشخبط ببرجل ومسطرة، ده كان النسخة البرو من أينشتاين بس ببطارية 200% أسرع وشاحن تربو. الراجل ده اتولد سنة 1856 في صربيا، وفي اليوم اللي اتولد فيه السما كانت قلبة ديسكو، برق ورعد شغالين تكنو، يعني حرفيا حياته كلها كانت كهرباء في كهرباء. وكمان كان عنده ميزة ربانية مرعبة، حاجة اسمها الفوتوغرافيك ميموري، الذاكرة الفوتوغرافية، بس على ليفل الوحش. يعني يشوف أي حاجة تتخزن في ذاكرته فورا وما ينساهاش. الراجل ده ما كانش بيحتاج يرسم تصميمات على ورق، كان بيبني المكنة كلها جوه دماغه ويشغلها ويسيبها شغالة في خياله أسبوعين، وبعدين يرجع يفحصها في دماغه ويشوف أنهي ترس اتبرى أو باظ. وكل ده وهو لسه ما مسكش مفك في إيده. يعني واحنا بننسى مفاتيح الشقة وهي في ايدينا، هو كان بيبني محطة كهرباء كاملة في خياله. وفي سنة 1884 قرر يروح أمريكا، أرض الهوت دوج والفرص الحقيقية. وصل هناك وهو ما معهوش غير 4 سنت في جيبه وقصائد شعر، عشان كان رومانسي بزيادة، وجواب توصية لتوماس أديسون. الجواب كان فيه جملة واحدة: أنا أعرف رجلين عظيمين في الكوكب، أنت واحد منهم، والثاني هو الشاب الذي يقف أمامك. الجملة دي كتبها تشارلز باتشيلور مدير أعمال إديسون في أوروبا، وهو بيزق تسلا ناحية السفينة اللي رايحة لنيويورك. باتشيلور كان عارف إنه بيبعت لإديسون قنبلة موقوتة من العبقرية، بس إديسون وقتها كان فاكر إنه مجرد شاب طموح جاي يصلح له مواتير. ومن هنا بدأت الاشتغالة الكبرى يا أميجو، لأن إديسون وقتها كان هو المعلم الكبير بتاع الكهرباء، بس كان شغال بنظام الدي سي، التيار المستمر. نظام تعبان كده عامل زي العربية الكارو، بيمشي في اتجاه واحد ونفسه قصير، وآخره يوصل لأول الحارة وينهج. وعشان كده كان محتاج محطة كهرباء في كل شارع. أما تسلا اللي كان ذكي قال له: يا عم توماس سيبك من الدي سي، ده تيار بيمشي خطوة خطوة، أنا عندي فكرة أحسن، وهي الإي سي أو التيار المتردد. ده بقى صاروخ بيمشي رايح جاي بسرعة رهيبة، وده بيخليه يسافر آلاف الكيلومترات من غير ما يتعب. يعني نعمل محطة واحدة تنور بلد كاملة، وبكده ممكن ننور القارة كلها بسلك واحد. إديسون حب يثبت إنه صايع أمريكي وقال له: بص يا أسطى نيكولا، المولدات بتاعتي دي تعبانة، لو قدرت تطورها لي هديك مكافأة 50,000 دولار. وهنا تسلا عينه لمعت، 50,000 دولار وقتها يخلوا الواحد يركب عربية حنطور بفتحة سقف. ففضل سهران شهور وفعلا طور المولدات.
ولما راح يطلب الفلوس اللي إديسون وعده بيها، إديسون سحب سيجارة وضحك وقال له يا تسلا يا حبيبي أنت باين عليك لسه ما فهمتش الهزار الأمريكي بتاعنا. تسلا في اللحظة دي قفش من إديسون وقرر يسيبه ويفتح محل كهربا كده على الضيق لوحده. ومن هنا بدأت حرب التيارات الكهربائية اللي بدأها إديسون بحرب كيد النسا. كان بيلف في الشوارع ويجيب كلاب وقطط ويكهربهم بالتيار بتاع تسلا عشان يخوف الناس ويقول لهم بصوا تيار تسلا بيموت إزاي. ووصل بيه الفجر إنه شارك في اختراع الكرسي الكهربائي المستخدم في الإعدام عشان يثبت إن تيار تسلا هو اللي بيقتل المجرمين. يعني كان بيشوه اختراع تسلا عن طريق ربطه بالموت. كان ناقص بس يقول لهم إنه بيعمل أعمال وسحر أسود. بس تسلا ما كانش بتاع ردح، هو كان بيرد بالعلم. وعشان كده في المعرض العالمي في شيكاغو سنة 1893، وده كان عامل زي كاس عالم بس للاختراعات، تسلا قدم عرض بنص السعر اللي قدمه إديسون ونور المعرض كله ب100 ألف لمبة في لحظة واحدة. الناس شافت اللمبات بتنور في إيده من غير سلوك افتكروه مخاوي. وفي اللحظة دي العالم كله عرف إن إديسون كان تاجر شاطر، بس تسلا كان هو الساحر اللي هيخلينا نشحن الموبايلات في المستقبل. بس المشكلة يا أميجو إن العالم ما كانش جاهز. تسلا كان سابق زمانه بسنين ضوئية، والناس وقتها كانت لسه بتتعامل مع الكهرباء كأنها عفريت محبوس في لمبة. الراجل ده ما كانش عاوز يوصل سلك لكل بيت، هو كان شايف إن دي شغلانة بدائية قوي. قال لك أنا هخلي كوكب الأرض كله عبارة عن سلك. متخيل؟ الراجل كان عاوز يستخدم الغلاف الجوي والأرض نفسها عشان ينقل فيهم الطاقة والمعلومات. فراح بنى برج واردن كليف، وده ما كانش مجرد برج والسلام، ده كان راوتر عملاق طوله 57 متر في منطقة لونج ايلاند. تسلا كان هدفه انك وانت ماشي في الشارع في لندن او قاعد بتشرب قهوة في وسط البلد تطلع جهاز من جيبك اللي هو الموبايل دلوقتي وتستقبل عليه صوت وصورة وكهرباء كمان. يعني الراجل ده اخترع الواي فاي والراديو والمكالمات الدولية سنة 1901، واحنا دلوقتي بنلف ورا الراوتر في الشقة عشان الشبكة تيجي. لكن هو كان عاوز يغطي الكوكب كله بإشارة واحدة. بس هنا بقى ظهر الوحش وهم الممولين. تسلا كان عنده العقل بس الجيب فاضي، فراح للملياردير جي بي مورجان، وده واحد من حيتان المال اللي أساميهم على أكبر بنوك العالم دلوقتي. مورجان في الأول انبهر وقال له خد يا تسلا دي 150 ألف دولار وعيش حياتك. بس لما البرج بدأ يتبنى وتسلا بدأت أحلامه تكبر وقال الجملة اللي جابت ضلع في المشروع: يا جماعة الكهرباء دي هتبقى زي الهوا، حق مكتسب لكل إنسان وببلاش. مورجان أول ما سمع كلمة ببلاش السيجار وقع من بقه وقال له نعم ببلاش إزاي يعني؟ هو أنا فاتح جمعية رسالة؟ أنت لو خليت الكهرباء في الهوا أنا هركب العداد فين وحاسب الناس إزاي؟ وطبعا مش محتاج أقول لك يا أميجو إنه سحب تمويل المشروع. لكن مورجان ما اكتفاش إنه سحب التمويل بس، ده عمل بلوك لتسلا في السوق كله وحذر كل المستثمرين إنهم يدفعوا مليم في مشروع المجنون ده. ولأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم بس الفلوس بتفنى عادي، تسلا لقى نفسه مديون والعمال بيمشوا، والبرج اللي كان هيغير تاريخ البشرية اتهد سنة 1917 واضطر تسلا يبيعه حديد خردة عشان يسدد ديونه. الموضوع ما انتهاش على كده، ده كمان اتحارب إعلاميا بشكل بشع. الجرايد بدأت تكتب إنه ساحر فاشل وإنه بيكلم كائنات فضائية لمجرد إنه كان عاوز مصلحة البشرية مش مصلحة المحفظة والجيوب المنفوخة. تخيل يا أميجو لولا قفلة جي بي مورجان دي كان زمانك دلوقتي بتشحن موبايلك من الهوا وانت قاعد في المواصلات، وما كانش هيبقى في حاجة اسمها الباقة خلصت ولا الشاحن ضاع. بعد ما الدنيا قفلت أبوابها في وش تسلا والبرج بتاعه اتهد واتباع خردة، الراجل دخل في ليفل الزهد التكنولوجي. عاش آخر سنين عمره بيتنقل بين فنادق نيويورك، ولأنه ما كانش معاه يدفع الإيجار كان بيسيب صناديق خشب مقفولة لأصحاب الفنادق ويقول لهم دي فيها اختراعات بمليارات إياكم تفتحوها. طبعا أصحاب الفنادق كانوا بيخافوا يفتحوها لحسن الصناديق تفرقع في وشهم، فكانوا بيسيبوه يقعد ببلاش. في الوقت ده تسلا بطل يصاحب البشر وبدأ يصاحب الحمام. اه والله يا أميجو كان بينزل جنينة البراينت بارك كل يوم يأكلهم. تخيل عبقري القرن العشرين اللي نور كوكب الأرض ملقاش حضن يحس فيه بالأمان غير جناح الحمام. بس هل تسلا قعد يزقزق للعصافير ونسى العلم؟ أبدا، ده في عز الوقت ده كان بيفكر في حاجات إحنا لسه بننبهر بيها النهاردة. عارف الريموت كنترول اللي بتستخدمه كل ما تشغل جهاز كهربائي؟ تسلا عمله سنة 1898، نزل معرض ماديسون سكوير جاردن بمركب صغيرة وحركها في المية من بعيد بجهاز لاسلكي. الناس وقتها اتجننت وقالوا ده سحر وأكيد في قرد مستخبي جوه المركب هو اللي بيحركها. تسلا بص لهم وقال لا ده قرد ولا جن، ده المستقبل. كان عاوز يثبت اننا نقدر نتحكم في الآلات عن بعد من غير ما نلمسها، بس طبعا محدش صدقه واعتبروها وقتها لعبة أطفال. لكن طموح تسلا ما كانش له سقف.
فكان في أوضته الضلمة شغال على مشروع مرعب سماه تيلفورس، والناس سمته شعاع الموت. وده كان عبارة عن سلاح بيطلق حزمة من الجزيئات في الهواء تقدر توقع 10,000 طيارة من على بعد 400 كيلومتر. وطبعا واحد بالمواصفات اللي احنا بنتكلم عليها دي مش محتاج اقول لك ان هو ما كانش عامل الاختراع ده عشان يقتل بيه الناس، ده كان عاوزه عشان يمنع الحرب. كان بيقول لو كل دولة عندها السلاح ده محدش هيتجرأ يهجم على حد، والحروب هتخلص للأبد. طبعا ده كان تفكير مثالي زيادة عن اللزوم، لأن البشر أول ما سمعوا كلمة سلاح رئهم جرى على الدم مش على السلام. وفي يوم 7 يناير سنة 1943 الستارة بتتقفل، بيموت تسلا وهو عنده 86 سنة وحيدا تماما في أوضته. البشر خدوا منه الكهرباء والراديو والمواتير والنور اللي منور بيوتنا دلوقتي، وسابوا له هو الضلمة والديون والوحدة. وهنا حصلت أغرب حاجة، بمجرد ما روحه طلعت مكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBI بعت خبير من جامعة MIT اسمه جون ترامب، وعلى فكرة ده يبقى عم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، عشان يفحص أوراق تسلا. الحكومة كانت مرعوبة لا يكون تسلا فعلا وصل لسر شعاع الموت أو تصوير الأفكار أو حتى السفر عبر الزمن. الأوراق دي اختفت لسنين طويلة، ولحد النهاردة في أجزاء منها محجوبة عن الجمهور. ليه؟ الله أعلم. يمكن لسه في اختراع لتسلا لو ظهر دلوقتي يخلينا نرمي كل اللي في إيدينا ونبدأ من أول وجديد. الخلاصة يا أميجو، نيكولا تسلا ما كانش مجرد واحد بيفهم في الكهرباء، ده كان راجل عنده أكتر من 300 براءة اختراع. يعني لو كان بياخد شيلن على كل لمبة بتنور في الكوكب كان زمانه دلوقتي أغنى من إيلون ماسك وجيف بيسوس مع بعض. بس السؤال اللي بيوجع هنا، ليه مات مديون؟ لأنه ببساطة كان مهتم بإزاي العلم يخدم البشرية، مش إزاي نملى الإنستا باي بتاعتنا. تسلا كان بيقطع براءات الاختراع بتاعته ويقطع العقود اللي تجيب له ملايين عشان ينقذ شركات زمايله من الإفلاس، أو عشان يضمن إن مشروعه يكمل والناس تستفيد. كان شايف إن المادة دي حاجة تافهة قصاد الفكرة اللي هتعيش للأبد. تسلا علمنا درس مهم جدا، إن العبقرية لوحدها مش كفاية لو العالم لسه مش جاهز يفهمك، أو لو أنت مش صايع تسويق زي إديسون. علمنا إنك ممكن تكون لاسع، بتمشي تكلم نفسك، بتعشق الحمام وعندك وسواس قهري من الجراثيم، لكن كل ده ما يقللش منك. المهم في الآخر إنك تسيب بصمة تخلي الناس بعد 100 سنة يفتكروا اسمك وهم ماسكين موبايلاتهم اللي شغالة بالواي فاي وبالتيار المتردد بتاعك. الحقيقة يا أميجو إننا كلنا عايشين في عالم تسلا، كل مرة بتنور فيها النور أو بتشحن اللاب أو حتى بتستخدم الريموت كنترول، أنت بتبعت تحية لروح الراجل اللي مات وحيد في أوضة فندق عشان أنت تعيش في النور. تسلا مات مفلس ماديا، بس هو أكتر واحد غني في التاريخ لأن ورثه هو الحضارة اللي احنا فيها دلوقتي. فلو حسيت في يوم إنك غريب أو محدش فاهمك افتكر تسلا، يمكن أنت كمان سابق زمانك بسنين ضوئية بس لسه الممول بتاعك ما ظهرش. وسؤالي ليكم أعزائي الأميجوس، لو تسلا كان عايش بينا النهارده وشاف اننا بنستخدم اختراعاته عشان نتفرج على فيديوهات تحدي اكل الاندومي الكوري، تفتكروا كان هيقفل البرج بتاعه ويقعد يربي حمام فعلا، ولا كان هيخترع لنا حاجة تانية؟ قولوا لي في التعليقات. ولو عجبتكم قصة الساحر الحزين نيكولا تسلا ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان الحلقات الجاية توصل لكم. وافتكر دايما ان الفرق بين المجنون والعبقري هو النتيجة. كان معكم الاستوريادور، واشوفكم الحلقة الجاية. نستودعكم الله. بيقول لك مرة واحد بيحكي لحفيده، عارف يا حبيبي نيكولا تسلا ده كان عاوز يخلي الأرض كلها عبارة عن شبكة واي فاي عملاقة، والكهرباء والمعلومات يمشوا في الهواء ويوصلوا لأي حد في أي مكان ومن غير سلك كمان. الحفيد انبهر وقال له يا جدو، يعني لو حلم تسلا ده كمل كان زمان العالم كله دلوقتي متوصل ببعضه ومفيش حد محروم من النت أو الكهرباء. جده بص له بحسرة وقال له لا يا حبيب جدك، الحلم كمل والواي فاي بقى في كل حتة فعلا، بس تسلا مات قبل ما يقول لنا الباسورد، فبقينا ماشيين في الشوارع وسط العلم والكهرباء بس شايلين شواحن في جيوبنا وبنشحت نت من بعض.